انت غبي يالا. انت الراجل اسطوره في كره القدم، ليه بتعمل في الراجل كده؟ يا جدعان ده اسطوره، يعني ما ينفعش بكل المقاييس، بكل المقاييس ما تنفعش. يا السلام عليكم ورحمة الله، معكم زيكا. وفي كده ماتش حصل فيه فضيحتين، يعني الماتش بتاع انتر ميامي والنصر. اول حاجة بس انتوا صغيرة كده هقول قبل ما اخش في الفضيح واللي حصل في الماتش دوت، ان انت عندك السعودية عملت حاجة اسمها موسم الرياض. موسم الرياض دوت شامل كل حاجة في الكون، يعني شامل كأغاني كسينما ككورة بص اي حاجة انت تتخيلها وما تتخيلهاش موجودة في الموسم دوت. تمام. فانت عندك قالوا لك هنعمل ايه، دورة كورة. دورة الكورة دي مكونة من فرق كتير فشخ، اللي هم 3 فرق بس، 3 فرق فقط. هو دوت موسم الرياض في الكوره، اللي هم بقى عباره عن ايه؟ عن الهلال موجود في الدوري السعودي ماشي، وعندك النصر موجود في الدوري السعودي ماشي. فجاه قال لك هنجيب ايه؟ انتر ميامي. انتر ميامي من امريكا اللاتينيه، قال لك هنجيبه معانا في الموسم. يلا يا باشا، بس يعني معروفه ومقروءه ان انت مثلا انتر ميامي عشان فيها ميسي، وعندك النصر عشان فيه كريستيانو، فخلاص كريستيانو وميسي والقصه اللي احنا عارفينها. طب الهلال ايه وضعه؟ احنا مش عارفين، ولكن هو دخل معانا عشان دوت الزعيم اللي هو اقوى فرقه في السعوديه تاريخا وفعلا. تمام. فانت عندك الماتش ما بين النصر وما بين انتر ميامي. النصر فشخت انتر ميامي، فشختها حرفيا. يعني دي اول فضيحه ان هم خسروا 6-0. 6-0 من غير كريستيانو، يعني فاهم؟ ما بالك لو كان كريستيانو بيلعب؟ يعني النتيجه مش هتبقى واو قوي يعني، بس برضه الراجل اكيد مؤثر، يعني دوت برضه مش حاجه تشامبيونز ليج، فاكيد ايه النتيجه كانت ممكن تعلى سنه. تاني حاجه، انت عندك لاعب زي ميسي. انت يا عم مارتيتا ولا ارتيتا ولا انت يا عم انا مش فاكر اسم امك ايه، انت عندك ماتش خسران 6-0. 6-0 او خلاص، يعني انا وميسي مش بيلعب كويس، لكن ما جيش في الدقيقه 82 انزل بيه. اللي هو بقى انت بتعمل ايه؟ خد تعالى كده، تعالى انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي انت عملته ده؟ ليه وبتعمله ليه؟ يعني انت دوت فضيحه. يعني ميسي لو ما نزلش في الماتش ده خلاص، ميسي ما خسرش 6-0. هو ميسي ما كانش بيلعب، ولكن هو ما لعبش الماتش والفرقه بتاعتك خسرانه 6-0، وانت تنزله في الوقت دوت، فانت بتلبسه النتيجه. يعني هيبقى في تاريخه ان هو خسر بنتيجه 6-0. حتى لو لعب دقيقه يبقى في تاريخه ان هو خسر 6-0. فانت معانا ولا معاهم ولا انت مع مين؟ يعني انت تقصد ايه باللي انت بتفضح نفسك وبتفضح ميسي؟ انت بتشوه ميسي. يعني الراجل اصلا عنده يعني صدمه نفسيه من اللي حصل فيه في البايرن بتاع 8-2 في ماتش واحد. في ماتش واحد خسر 8. فانت ايه بتقول لي؟ بص بقى ده انا هديها لك ايه، خد واحده كمان. انت غبي يالا. انت الراجل اسطوره في كره القدم، ليه بتعمل في الراجل كده؟ يا جدعان ده اسطوره، يعني ما ينفعش بكل المقاييس، بكل المقاييس ما تنفعش. يعني انا كنت فاكر في الماتش اللي هو بتاع تقريبا، يا رب تبقى الذاكره مش خايناني، الماتش بتاع مانشستر يونايتد وتقريبا مانشستر سيتي، فالفرقتين كانوا بيدبحوا في بعض. فجأة مانشستر سيتي كسبت اليونايتد تقريبا 6 ولا 4، هالاند جاب هاتريك حاجة كده. يعني كريستيانو كان قاعد على الدكة، فجأة الراجل تين هاج قال لك انا مش هنزله. كان هينزله بس اما النتيجة كبيرة كده قال لك انا هحترم تاريخ الراجل دوت ومش هنزله عشان ما يبقاش وصمة عار في تاريخه. تقوم انت تنزل ميسي في الدقيقه 82 ماتش 6-0. يعني انت ايه اللي كان في دماغك؟ هيجيب لك مثلا اجوان؟ يعني لو ميسي نزل يا عم نزلته هيعمل لك ايه؟ يعني هيجيب جون؟ يا عم 2. يا عم لو بص بقى، لو هو اتشلف في الملعب جاب لك هاتريك، ما انت خسران 6. يعني دي الفضيحه التانيه، ودي كانت غلطه كبيره قوي من الكوتش بتاع انتر ميامي. مش عارف هو عمل كده ليه، يعني هو تقريبا راح يجرس نفسه ومشي. يعني انت خسرت ماتشين، والماتش الاولاني خسرت 4 والماتش التاني خسرت 6-0. انت بتهين نفسك وبتهين ميسي، مش عارف انت. ربنا معاكم. بس كده، واخيرا وليس اخيرا كان معاكم زيكا. لو انت مش عامل لي سبسكرايب اعمل لي دلوقتي سبسكرايب على اليوتيوب، ولو انت مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتلاقي حاجات حلوه كتير، هتلاقي اخبار وهتلاقي مقالات وهتلاقي بص كل اي حاجات حلوه. تعالى بس انت تعالى، وسلام.